قال البير: البارون شخص مش سهل. البارون البارون لازم يتقتل. بعد كده قال مراد: سيد البارون، انت ليش ما اتجوزت؟ ورد البارون: مراد، الجواز غلطة بيغلطها الإنسان مرة وبعدها بيندم. وثانيا أنا ما بحبش حد يمسك عليها غلطة أو يمسك عليه نقطة ضعف، فأنا هيك أفضل. المهم الليلة بدنا نسهر. جهز السهرة الليلة وروق عليها. بعد كده قال الكابوني: بس خلي بالك، البارون هاد شخص مو سهل بالمرة. لازم البارون يثق فيك ثقة عمياء. فاهم يا شاول؟ بعد كده كان في شخص بيزعق قدام بيت البارون وقال: انا عايز اقابله. فسمح له البارون وقال له: انت مين يا ابني؟ انت مين؟ وعايز البارون فيه؟ ورد شاول: انا سيد البارون سمعت عنك، والحقيقة انا فقير ومحتاج اكل وعيش، لكن كيف يصير هاد بدون شغل؟ انا عايز اشتغل عندك سيد البارون. رد البارون: طيب يا شاول، هتشتغل معايا وهتبع الحارس الخصوصي لي انا، لكن دير بالك على حالك. اللي يخون دبح. فهمان؟ بعد كده بالليل راح البارون لنايت كلوب ليلي، وهناك شاف البير. قال البير: هلا وسهلا سيد البارون، فيك تلعب معي؟ ورد البارون وقال: هلا والله، هلا وسهلا بك البير، فينا طبعا. قال البارون: مال وين أخوك الكابون؟ ورد البير: عم يتمم صفقة كبيرة. ورد البارون: وماله؟ أنا ساعات مخي بيقول لي حاجات غريبة جدا. مخي بيقول لي إن أخوك ده غبي، ساعات تانية بيقول لي إن أخوك بيزرع لي واحد من رجالته ويزرعها عندي علشان يقتلني. وبص عليه البير بصة مفاجئة، يعني نظر إليه متفاجئ من الكلام، كأنه كان قاعد معاهم وقت الخطة اللي بيخططوا ليها. وقال البارون البير: مبروك عليك الخسارة. وخرج البارون واتصل البير بالتليفون وقال: البارون خرج. نفذوا العملية. ركب البارون سيارته وطلعوا، وفجأة طلع عليه 3 عربيات وأطلقوا عليه النار.
وكان في واحد مستخبي كان عايز يضرب البارون بالنار، وشافه شاول. جرى عليه شاول بيقول حاسب السيد البارون، وتلقى الطلقة مكانه واتضرب عليه نار.